دلوقتي شغلانه المبرمج اتغيرت للابد، لدرجه ان ربع الكود اللي بيتكتب في جوجل بقى بيتكتب بالذكاء الصناعي، والنسبه بتوصل ل 95% في الشركات الناشئه في سيليكون فالي. يعني 95% من الاكواد بقت تتكتب بالذكاء الصناعي. يعني المبرمج تقريبا ما بقاش يكتب كود خلاص، بقى بيقرا كود بس. وافضل اداه تساعدك تعمل اكواد بالذكاء الصناعي هي كورسر، ودي اللي هتعلمه في فيديو النهارده. اول حاجه هنفتح الموقع بتاع كورسر وهنعمل داونلود لكورسر عادي، هينزل معانا وهتشغله زي برنامج بالظبط. اول ما تفتح في اول مره خالص هيقول لك اللي هو امبورت السيتنجز او الاعدادات بتاعه الاديتور اللي انت كنت شغال عليه قبل كده. يعني انت مثلا لو كنت شغال على فيجوال ستوديو كود هيقول لك انا هامبورت الاعدادات بقى والباكجز والاكستنشنز وكل الحاجات اللي انت كنت منزلها هناك. فدي بتبقى حاجه جميله بحيث ان انت مش مضطر تعيد كل حاجه تاني. يعني اهم حاجه بقى في الكورس ده كله الكونتكست. يعني انا عاوز اقولها من البدايه خالص كده، الاي اي مهما كان الموديل جبار لو مش عارف انت شغال بايه هيقترح عليك اقتراحات وحشه. فاول ما تفتح خالص هتفتح هنا، تخش على السيتنج، في حاجه اسمها رولز. الرولز دي انا بقول له انا شغال بايه، او انا بقول له انت تشتغل ازاي. حلو. وكورسر عندها كذا رول. اول حاجه الجنرال رول اللي هو ده، تمام. اجيب الجنرال رول منين؟ هفتح حاجه اسمها كورسر دايركتوري. لو دخلنا هنا مثلا اهو، هفتح كورسر دايركتوري، هلاقي رولز وهلاقي ام سي بيز. حلو. اخش على الرولز هلاقي كل الرولز، يعني كل اللغات، رول لكل لغه. في رولز كتيره جدا، يعني فلاتر بقى، سي بلس بلس، كل اللي انت نفسك فيه. يعني عاوز اي حاجه، رياكت، فيو، حتى جيمنج من الباش سكريبت. لو عايز تكتب باش سكريبت يعني هتفتح مثلا، ولنفرض خلينا نفتح رياكت، تمام. خد اللي انت عاوزه انت اقراه، بس اهم حاجه هتلاقي حاجات رولز كتيره جدا. هتلاقي بقى مثلا رياكت بنكست، ورياكت لوحده، ومش عارف ايه، ورياكت مع راوتنج، ورياكت من غير راوتنج. خش اقرا كل واحد فيهم وخده، ممكن تاخده كوبي بيست في الرولز بتاعتها. طب انا مثلا ما عجبتنيش رولز، ممكن افتح ما عجبتنيش اي رولز منهم، هفتح مثلا شات جي بي تي. حلو. وهقول له ايه مثلا، رايت سيستم برومبت فور اي اي كود اسيستنت. تمام. ممكن اعيدها تاني. هو يكتب لك بشكل عام، انا عاوز الموضوع بشكل عام. دي واحده هتبقى ماشي. ماشي فورم ات تو من تين readability والسكيورتي والمن سيفيريتي. انا عاوز الكود بتاعي يبقى maintainable readable secure. دول اهم 3 حاجات انا بالنسبه لي هبقى مهتم بيهم. وزود مثلا specific program. انا ما حددتلوش هنا البروجرامينج لانجوج، انا هنا بس بشكل عام. تمام. دي الجنرال رولز، وات ايفر اللي هيكتبه ممكن تاخده كوبي بيست اهو. readability secure maintainability بالظبط، ممكن بقى هنا تاخده كوبي بيست زي ما انت عاوز، وتيجي تحطه هنا في اليوزر رولز. ممكن تستخدم هنا كلود، يعني هو من الحاجات الجميله جدا، يمكن احسن حد في البروجرامينج. وتحط له نفس البرومبت وهيروح هيديك حاجات اقوى من دي شويه. المهم نرجع ل ايه فايده الرول. بقول له انت هتشتغل ازاي، فانا كده عملت الجنرال رول. الكورسر بيعمل ايه تاني؟ كورسر عنده حاجه اسمها كورسر رولز، ده بيبقى في الدايركتوري بتاع الفايلز. يعني المين دايركتوري. حلو. لازم تفتح كده مثلا كورسر رولز، وهنا تقول له مثلا انا شغال مثلا برياكت، او انا شغال بجانجو، او انا شغال باي حاجه. قول له اللغه اللي انت شغال بيها. ده بيحصل ايه بقى، هو دلوقتي كل الاقتراحات اللي هيقترح عليها هيبقى جايب من الرولز دي، وجايبها من الجنرال رولز اللي احنا كنا شفناها في الرولز هنا. تمام. تاني حاجه، لما تيجي تطلب منه، احنا هنعمل بعد كده الايجنت بتاعنا والكلام ده كله. لما تيجي تشوف الايجنت، كل الايجنت هيبقى متجه واخد نفس الباث بتاع ده. ده بالنسبه للرولز. طب نخش على المودلز. بالنسبه لي انا بفضل المودلز اللي انا معلم عليها دي. كلود هو بالنسبه لي هو رقم 1 في البروجرامنج حاليا في 2000 ابريل 2025. دي الرولز اللي انت بتديك الاوبشنز. انت مثلا بعد كده هيبقى عندك هنا على اليمين بتختار سواء الايجنت او الموديل اللي انت عاوزه. هنا هتختار الموديل اللي انت عاوزه، فدي الاوبشنز دي تبقى جايه من هنا. انا لو عملت على كله هتلاقيهم كلهم موجودين. انا يا دوب عامل بس على شويه صغيرين اللي انا مهتم بيهم. تمام. ممكن نشوف موضوع ديب سيك ار1 وديب سيك في 3 دي لسه نازله، بالنسبه لنا كان عامله شغل حلو. جيميناي 2.5 الناس بتشكر فيه قوي، و1 و3 مين دول بالنسبه لي اهم حاجه. لو انت عندك الدنيا هتتغير فانت تبقى شوف مين افضل وعلم عليه. لو دخلنا هنا بقى على الرولز هننزل تحت خالص. تمام. هنلاقي في حاجه اسمها اد نيو رول. دي عباره عن رولز
بتستخدمها هنا جوه البرومبت او جوه الشات. وقتها ان شاء الله هنعمل واحده، بس دي مثلا انا ممكن ابقى شغال في بروجكت مثلا، ونفرض فرونت اند رياكت وباك اند جانجو، وحابب مثلا لغه ثالثه هشتغل بيها، فممكن اروح جاي مديله هنا رول، اكتب هنا رول مثلا بتاع ولنفرض لارفل او بتاع سي بلس بلس او بتاع اي حاجه، وانا ابقى عاوز في الشات امنشن الرول دي، بحيث انا عاوز الكود اللي هيطلع الكود ده يكون مختلف تماما عن اللي انا بستخدمه اصلا. فان شاء الله هنبقى هنعمل واحده هنا وفي المشروع اللي جاي يعني. نيجي لموضوع الشات، من اقوى الحاجات اللي في كورسر تقريبا بقت في كل الاديتورز اللي فيها اي اي. الشات في كورسر بيشتغل عن طريق انت كنترول ال، تمام، ولو عملت كنترول اي بيشتغل على الايجنت. ايه الفرق بقى بين الايجنت والاسك والمانيوال والكلام ده كله؟ اول حاجه الايجنت ما هو الا ذكاء صناعي بس معاه ادوات، فمعاه ادوات يقرا ومعاه ادوات يكتب، معاه ادوات يدور في الفايل عندك وهكذا، تمام. الاسك دي هتستخدمه لما انت عايز تسال حاجه في المشروع بتاعك، غالبا ده هتبقى قليل جدا، بس ممكن تخليه يشرح لك حاجه مثلا كود واحد زميلك كاتبه وانت مش فاهمه فتخليه يشرحه لك. الايجنت هو اقوى حاجه تقريبا بنسبه 98% انت تستخدمه. منزلين حاجه جميل بقى انك تعمل كاستم مود ان شاء الله، يعني شويه قدام كده لما نشرح الدنيا شويه هنعمل كام كاستم مود خاصين بينا، يعني بيني ده كاستم مود انا عامله. ايه تاني؟ انا ممكن اختار المودلز بتوعنا واختار هي انا عاوز اللي فيها بتدعم الريزنينج اللي هو الثينكينج ولا لا، ممكن تختار اللي انت عاوزه. ايه تاني بقى اللي ممكن الريفرنس؟ انت هنا ممكن تريفرنس اي، ودي اهم حاجه بقى، يعني اهم حاجه في الموضوع كله الكونتكست. كل ما تديله كونتكست كويس جدا كل ما يطلع لك النتائج كويس. ايه هو الكونتكست بقى؟ اول حاجه ممكن تبقى فايلات. الفايلات انا ممكن اعملها من الهاش، اللي هو انا عملت شباك مثلا، فاختار مثلا انا عاوز اقول له وانت بتطلع خد بالك انا عاوز ده يبقى معانا، يعني الفايل ده معانا عشان تشوف. من الحاجات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، انت مثلا بتعمل شغال في الام في سي مثلا، فانت شغال في الفيو وبتعمل اي فيو، فانت رحت ممكن تقول له ايه اعمل لي فيو بيعمل كذا 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 وتريفرنس الموديل، فهو عارف ايه الحاجات اللي هتجيله من الباك اند. او ممكن تروح مثلا تريفرنس الكنترولر اللي بتاع الفيو ده، فهو يبقى عارف بالظبط ايه الحاجات اللي هتجيله بالظبط. فدي من الحاجات الكويسه جدا، يعني انك هو طول ما تديله كونتكست كويس هتطلع منه اجابه روعه يعني. ايه تاني ممكن نعمله ريفرنس؟ ممكن بقى عن طريق الاد، فاهم؟ عندك بقى الفايل والفولدر، انت ممكن احنا الفايل هي فيها لوحدها شباك دي بتبقى خاص بيها، وبرده ممكن تريفرنس من هنا، ممكن تريفرنس فولدر كامل، ممكن تريفرنس سنيبت من الكود يعني كود صغير بس، ممكن الدوكيومنتيشن دي من الحاجات الجميله جدا، ممكن ريفرنس دوكيومنتيشن لو الذكاء الصناعي بيتجدد كل شويه، بس ممكن مثلا ريفرنس يبقى مثلا نازل لارفل او اي جانجو مثلا فيرجن جديده لسه نازله امبارح وانت عاوز تعمل كودنج بيها او عاوز تشتغل بيها وعاوزه يساعدك فيها، فانت هنا بتروح عامل حاطط دوكيومنتيشن وتحط اد نيو وتحط الرابط بتاع الدوكيومنتيشن، بعد كده تريفرنس الدوكيومنتيشن ديت، هو لما يطلع كود هيطلع بناء على الفيرجن الجديده بتاعه الفريم ورك اللي انت شغال بيه، تمام. ممكن ريفرنس ايه كمان؟ ممكن تريفرنس جيت ريبوزيتوري كامل، ممكن تريفرنس كورسر رولز اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاول، ده ممكن تروح تعمل رول ويبقى خلاص انت مثلا شغال في مشروع بشكل معين عاوز تمشي الشات ده يبقى ماشي بشكل مختلف، فممكن تروح تريفرنس رول بتاعه الشكل اللي انت عاوز تقوله. ممكن تريفرنس تيرمينال، دي من الحاجات الجميله جدا اللي بقى عندك ايرور مثلا، انت مثلا شغال بايرور وعاوز تاخد التيرمينال كامله كده بحيث الاي اي يشوف كل الايرورز بتاعتك مره واحده، فممكن تريفرنس تيرمينال معينه، لو انت فاتح تيرمينال هتبين هنا هيقول لك انت عاوز انهي تيرمينال وتحطها عندك. ممكن تريفرنس ايه تاني؟ ممكن تريفرنس الويب، انك تخليه يروح يسيرش اصلا، يعني انت ممكن تروح تقول له ايه كذا واعمل سيرش على الانترنت كمان. ممكن تريفرنس ايه تاني؟ ممكن تريفرنس ايمج بقى، يعني انت ممكن تروح جاي متك على ايمج ومطلع اي ايمج، وهو على فكره بيكفي يشوف الايمج دي جدا، يعني انت مثلا لما كنت تروح ويب سايت مثلا، حلو، اي شكل ويب سايت، وهاخد الويب سايت ماشي، هاخد ده كوبي مثلا، حلو، كوبي الايمج واروح اعمل كنترول في عادي جدا كده، هو لقط واقول له مثلا ميك ويب سايت لايك ذس، هتشوف بقى دلوقتي هو هيروح يعدل في الكود عشان يعمل ويب سايت شبه اللي انا اديته له بالظبط. وعلى العموم احنا هنعمل ان شاء الله مشروع صغير كده فهنطبق فيه كل الحاجات دي كلها. خلينا نعمل مشروع من اول وجديد خالص. اول حاجه هتك على كنترول اي، تمام، هيفتح لي الايجنت بتاعي، اقول له مثلا انستول رياكت بس، مثلا خليه مثلا وستيلمنت سي اس اس، تمام. المود ده هيفرق جدا، حلو. في مود اللي هو الايجنت ده هيروح يكريت الفايلز، بس انت لازم توافق على كل ستيب هياخدها، دي انت فعلا تشتغل عليها في البرودكشن، يعني انت لو شغال برودكشن لازم تبقى شغال على الايجنت بالشكل ده. فخلينا نجربها. في مود تاني بقى انت بتديله الكنترول كله وحتى مش بتوافق، هو بيشتغل كل حاجه وفي الاخر خالص بيديك رنه كده اللي هو خلص، يعني يطلع موسيقى كده اللي هو خلص. هنعملها برضو ان شاء الله. خلينا نبدا الاول. هو دلوقتي بقى ايه اللي بيعمله؟ بيقول لك هرن الكوماند ده، ايوه هرن الكوماند، اوكي،
يقول لك عاوز تايب سكريبت. اوكي. الكوماند، الميزه في الكوماند هي انها انتراكتيف، يعني انت عارف تتحكم في الموضوع لما تستخدم اليولو مود. المود اللي هو بيبقى هو اللي بيروح ينفذ كل حاجه. المود ده لحد ما خطر في البرودكشن، يعني بلاش تستخدمه خالص. ان لو انت مثلا بتجرب حاجه استخدمه براحتك، بس لو هنرن ده برضه. بس انت لو بتعمل حاجه فعلا برودكشن، هو ممكن يروح يغير فايلز وانت مش واخد بالك خالص، والفايلز دي تبوظ حاجات، ممكن يمسح فايلز، ممكن يعمل كل حاجه. اوكي، خلينا نرن كومنتس. حاجه برضه من الحاجات الجميله اللي هو مثلا بيشوف اي ايرور خلاص بيروح يصلحه. هنا هو عمل كاريت كل حاجه وانا عمالين بتفرج بس. عشان اكسبت. اوكي، هو بيقول لك اكسبت كمان، ماشي. اوكي، حاجات التيل ويند، الاب دوت سكريبت، تمام. اوكي، يقول لك رن ام بي رن ديف. يلا خلينا نشوف ايه الدنيا. ماشي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب حلو، حصل في ايرور. هو كده شايف الايرور بتاعنا، دي ميزه بقى. انا ممكن اروح اقول له ايه، فيكس الايرور. انا حتى ما اعرفش الايرور ايه اصلا. حلو، فيكس الايرور. دي من الحاجات القويه جدا. وفي المستقبل باذن الله يعني هنعمل حاجه اسمها ام سي بي. الام سي بي هيقدر يشوف اللوجز بتاعه يعني دي واحده كده، يقدر يشوف اللوجز بتاعه البراوزر، بتاعه الكونسول، هنا يبقى شايف كل حاجه. ودي من الحاجات القويه اهي، براوزر ام سي بي ان شاء الله هنعملها يعني في فيديو لوحدها هنا. اوكي، تمام تمام. ام بي انستول. اوكي، عما يخلص بقى خلينا نخش مثلا نعدل شويه حاجات احنا، يبقى نكمل الدنيا بتاعتنا. افتح السورس، وافتح مثلا انتكس او المين. تمام. من الحاجات الكويسه برضو في كورسر، في حاجتين أنا عاوزين نقولها. انا ممكن مثلا انا عاوز اغير دول الحتتين دول، يعني الجزء ده مثلا انا ممكن بدل ما اخده واحطه في الشات، لو انا عملت كنترول ال، الجزء اللي انا ظللته دوت يروح للشات. حلو. ممكن انا ببقى عاوز مثلا مش عاوز افتح الشات اصلا. انا هرن الكومنت ده بس. انا مش عاوز افتح الشات، ممكن ابقى اقفل الشات. حلو، خليني ابقى اقفله كده. وعاوز اغير الجزء ده من غير ما اشوفه يعني. فمثلا نفرض اخد الكارد دي مثلا كده، وعاوز اروح اقول له كنت هتك كنترول كي. تمام، هيفتح لي شات صغير كده جوه الايديتور نفسه، واقول له مثلا ميك ذس كارد مثلا ريد بس. اديله كده، فهو هيشوف حط الكلاس بتاع الريد وخلاص. هعمل اكسبت. ممكن تعمل اكسبت بكنترول انتر على طول بدل ما تروح تتك عليها. نفتح الشات بتاعنا. تمام، هو بيقول لي روح اعمل ام بي ران ديف. تقريبا عاوز يوافق برضه على ده. في حاجه عاوز يوافق عليها. تمام، خلينا نشوف ايه اللي هناك. نفتح في برضه مشكله. اوكي، انت هي الفكره بقى في كده، انك اي مشكله هتواجهها، هي دي كونسبت في الفايب كودينج. اي مشكله هتواجهها هتروح تخلي الاي اي برضه هو اللي يعملها لك. حته كمان برضه كنت عاوز اقولها، التيرمينال نفسها لو انت ناسي، لو اتكيت كنترول كي وانت جوه التيرمينال هتظهر لك الكوماند دي. حلو. انا مثلا انا ناسي كوماند معين، ولنفرض انا عاوز ليست all files مثلا in current directory مثلا. حلو، هو بيقول لك تك على داير بس هيعمل ليست. فانت بقى مثلا حاجات في الفريم ورك بتاعك، او حاجات تبع الباش سكريبت، او حاجات مثلا في الديفوبس او وات ايفر، حاجات تبع اي دبليو اس. يعني ساعات برضه نحتاجها برضه في الاي دبليو اس، مثلا اي دبليو اس سي ال اي، تبقى انت ناسي حاجه، عاوز حد تجيب حاجه من اس 3، عاوز تفتح اي سي 2 من هنا اصلا، كله شغال معاك. اخر حاجه بقى الاوتو كومبليشن، هو بيبقى شايف انت بتعمل ايه. يعني مثلا بيبقى شايف انت ممكن تلاقيك نفسك مثلا عاوز اقول له سمول اي حاجه، فلاقيه بيكمل معاك عادي. بس انت لو عاوز مثلا يكمل معاك البرمجه بتاعتك، ممكن تروح جاي مديله مثلا كومنت، وتقول له مثلا ميثود مثلا تو دو مثلا اي حاجه، بتحط له الحاجه بتاعتك دي، هتلاقيه بيقترح الميثود بتاعتك تحت. مش هتستخدمها كتير دلوقتي يعني، بس ستيل لسه موجوده يعني، هتلاقيها مثلا اصلا في معظم الاديتورز دلوقتي. هنعمل ان شاء الله مشروع باستخدام كورسر. بس قبل ما نبدا عاوزين نخلص كل السيتنجز بتاعت كورسر. اول حاجه هنا انا فاتح مثلا ده الشات القديم، فانا عاوز اعمل شات جديد. حلو، انا ممكن اعمل كنترول ان فهو هيفتح لي شات جديد خالص بالشكل ده. طب انا لو عاوز استخدمه كانه براوزر، ممكن اعمل كنترول تي، هتلاقيه هنا فتح كانه شات تاني خالص. فتنقل بقى براحتي ما بين الشات كانه براوزر بالظبط. تمام. تاني حاجه عاوزين نخلص بقى كل السيتنجز، نخش على السيتنجز بتاعت كورسر. الجنرال اهوت. اول حاجه هنا ديت
الفيجوال ستوديو كود امبورت، لو انا بامبورت كل السيتنجز وكل حاجه، حتى لو انا اصلا كل الاكستنشنز كل حاجه من فيجوال ستوديو كود. المفروض دي عملتها اول ما بتنزل الكورسر اصلا. تاني حاجه واهم حاجه الفيتشرز كلها. هنا بيقول لك انت عاوز تشغل الاوت كومبليت ولا لا؟ ايوه انا عاوز اشغله. وهنا بيقول لك لو انت عاوز بارشل اكسبت تمام، سجست ان كومنتس تمام، بحيث اللي هو لما تكتب كومنت بيعمل لك اللي انت عاوزه يعني، او بيكتب له مثلا في الكومنت انا عاوز فانكشن بتعمل كذا، فيروح جاي مديها لك. الاوتو امبورت انا بشغل الاثنين، بحيث اللي هو اول واحده بتاع التايب سكريبت، وتاني حاجه بتاع بايثون. هو بيعمل لك اوتو امبورت اصلا، شوف الحاجات اللي ناقصاه من الفيتشرز الجميله جدا، فلازم تعمله. يعني مثلا انت تبقى انت عامل حاجه وما عملتش امبورت ليها، فهو بيقرا الفايل وبيعمل لك الامبورت فوق، وانت مجرد بس الكتاب وبتقبل بيه. تاني حاجه الشات دي الخاصه بالشات اللي على اليمين ده، تمام. فبيقول لك اول ما تفتح ايه المود، ايه الديفولت مود. انا بالنسبه لي هعمل له جيني ده، انا اخليه ايجنت دلوقتي. ده هتلاقي اللي عندك جيني ده واحد انا عامله، انت ممكن تعمل اي حاجه انت عاوزها، بس خلينا اخلي الايجنت دلوقتي. بيقول لك لما تفتح الاوتو ريفرش دي، لما تفتح شات جديد، لما انت مثلا كنترول ال، عاوزه يفتح الشات القديم ولا يفتح لك شات جديد على طول؟ انت تبقى مخلص حاجه وقفلت الشات، لما تيجي تفتح بقى كنترول ال تاني تعمل ايه؟ فانا بعمل اوتو ريفرش بيفتح لي شات جديد احسن بالنسبه لي. لو عاوز شات قديم ممكن اجيبه من هنا، اللي هو الشو شات هيستوري، كل الشاتس القديمه بتاعتي بلاقيها هنا. هو طبعا بالنسبه لي انا عاوزه يسكرول على طول في البوتن، يعني اول ما افتح الاقي اخر حاجه انا عملتها، تمام. الاوتو ابلاي تمام. حته بقى مهمه جدا، انيبل اوتو ران مود. حلو. انا بالنسبه لي ما تعملهاش خالص وانت شغال على كود حقيقي، يعني على كود هيتسلم لكاستمر او كلاينت او كده. اعمله وانت بتجرب بس. ده ايه الميزه بتاعته؟ ده بيرن وبيعمل كل حاجه من غير ما ياخد منك اي اذن. يعني ممكن يمسح فايلز، ممكن يكريت فايل، ممكن يعدل اي فايل، ينستول باكج، يرن كوماند، يعني ممكن يعمل كل اللي انت متخيله وانت مش واخد بالك. وبيعمل ام سي بي تولز دي اصلا يعني بتخليك تكونكت بالعالم الخارجي. يعني ممكن تلاقي مسح اصلا حاجه على جيت هاب. احنا ان شاء الله هنعمل ام سي بي للجيت هاب، ونشوف ازاي نرفع. يعني مش انت بعد كده مش هتكتب جيت كذا وبتاع، لا، انت راح تكلم بس كارسر وتقول له ايه، ارفع لي الكود على جيت هاب وهو يروح يرفعه لك. على العموم دي تعملها لو انت بتجرب. وعلى العموم برضو احنا لما نيجي هنعمل ايجنت خاص بينا، فهنحط له فيه ده. يعني هنعملها كمان بالظبط دقيقتين. بالنسبه للونج كونتكست، يعني بالنسبه لي ما تستخدمهاش لو انت الفايل ستات بتاعتك ما فيهاش كود كتير. يعني الكاستم مود دي علم عليها جميله جدا، هنعمل واحد كمان شويه. بلاي ساوند والفينش، لما الايجنت بيخلص بيعمل لك ساوند يقول لك اللي انا خلصت. فدي لذيذه يعني. ريفيو تشينجز، هنا هتدي الايجنت القدره اللي هو يدور في النت، فديت برضو لحد ما لذيذه. هنا بيقول لك انا خلصت الاندكسنج بتاع الكود بيس بتاعك. هنا الدوكيومنتيشن، لو انت فاكرين احنا هنا كنا بنعمل اللي هي الدوكس، اللي انا اقدر امنشن دوكيومنتيشن معين. فانت ممكن تيجي من هنا في الاول خالص اصلا تحط الدوكيومنتيشن اللي انت عاوزها، تحط مثلا نفرض لارفل، تحط اي حاجه. بس ما تعملهاش غير لو لسه حاجه نازله جديده والاي اي لسه ما اتدربش عليها. ماشي. ده بالنسبه للاديتور نفسه. الشو الايديت تمام. سيلكت تمام. الكود سيلكت لما تتعمل على الكود سيلكت كنترول كي هتظهر لك ويندو كده، تقدر تقول له غير فيها اللي انت عاوزه. بالنسبه للتيرمينال بيقول لك انا عن نفسي بعمل اول اتنين دول. الفكره كلها في ايه؟ انك اول ما تك كنترول كي جوه التيرمينال بيظهر لك ويندو تعمل اللي انت عاوزه. بس الفكره كلها مثلا بدل ما هو بيكتب لك السولوشن في الويندو، لا هيحطها لك في التيرمينال على طول. فدي بالنسبه لي تبقى اسهل يعني. ده الموديلز عملناها قبل كده، الرولز عملناها. الام سي بي دي هنعمل لها فيديو خاص بيها، الفيديو اللي جاي على طول. بالنسبه للبيتا، انا بالنسبه لي انا عامل ايرلي اكسس، بحيث اي حاجه جديده بتنزل اخش اشوفها واجربها. يعني دي براحتك، ممكن حاجه جديده تلاقيها مش شغاله معاك في الاول مش عارف ايه، فلو مش حابب الموضوع دوت ممكن تروح جاي عامل الستاندرد وخلاص، فهتجيلك الحاجه بعد ما تكون عاملها تيستنج محترمين. خلينا بقى هنا نعمل مشروع خاص بينا كده من الاول. انا هبقى اول مره اعملها خيالة. خلينا اول حاجه نكريت كاستم مود الاول. اهو. بص، اول حاجه بيقول لك المود ده هو يعتبر ايجنت. حلو. فانت بتقول له هو انت عاوزه يشتغل بايه. اول حاجه هنديله نيم. انا بحب يجيني عشان دي اسم الشركه بتاعتنا. عاوز تشتغل بموديل ايه؟ عاوز يبقى اوتو سيلكت اصلا. فدي تبقى هو يشوف لو الدنيا صعبه خلاص يحط. لو انت جايب حاجه تقيله يروح جاي طالب منك الموديل قوي. لو انت عاوز تحدد من الاول خالص، هو مثلا عاوز 3.7 مثلا، من الحاجات القويه جدا. اوكي. عاوزه يفتح ازاي؟ يعني الكي بايندنجز دي انت عاوز لما تتك مثلا كنترول جي يفتح مثلا. كنترول جي. حلو. انت بتفتك بس كده. تمام. انا حاطه اصلا قبل كده، خليها مثلا كنترول تي. موجود برضو قبل كده كنترول ده ولنفرض. عموما انا مش هعمله اصلا لاني عامل جني اصلا خاص بينا، فهو كنترول جي ده مش هاكد عليه يعني. ماشي. انت عاوز تديله ايه بقى؟
التولز اللي انت عاوزه يسيرش ويedit ويرن الام سي بي سيرفرز، انا اعملها تمام في ادفانسد اوبشن. الاوتو ران بقى عاوزه يرن مع نفسه وياخد كل الصلاحيات مع نفسه ويشوف الحاجه براحته ويتست براحته والكلام ده كله. تمام انا هديها له. عاوزه يفكس الايرور، تمام انا مديها له برده. ده بالنسبه لي انا اوريدي عامل نفس الحاجه ديت، اسمه جني عندي، انا عامل له ديليت هنا بس انا اوريدي عامله هنا اسمه جني. حلو، بتك كنترول جي بيفتح لي. او نفرض انا عاوز اقول له مثلا انستول لارفل، هنا بقى الدنيا هتتم كلها لوحدها، انا مش هتدخل خالص، هو هيرن الكوماند، هو هيعمل كل حاجه، انا مش حتى مش هوافق. بس الحاجات زي دي انا في نظري ما تشتغلش عليها في كود يكون كبير، كود بيس كبير مثلا، او كود هتسلمه هو المشكله اللي هو بيقول لي انا عاوز كومبوزر. تمام انا ما عنديش كومبوزر، خلاص هخليها مثلا انستول رياكت. هو برضه هيروح يخلص، انا عندي نوت جي اس معموله فهو خلي. اوكي بس التيرمينال كمان لازم ياخد رأيي فيها. طيب ده كويس، بس بشكل عام بكررها تاني، ما تعملهاش كتير، ما تفتحش اللي هو يبقى اديله الايديت والديليت ده، لانه يعني حصلت عندنا حتى في الشركه، يعني حد كان الباكج هو راح عمل انستول للباكجز وشال باكجز اصلا من باكج دوت جيسون، والدنيا كانت باظت عندنا بسبب حاجه زي كده. ما تستخدمش المود ده في مشروع تكون بتاع كلاينت او مشروع حقيقي. تمام جدا، انا سبته يخلص، ما عملتش اي حاجه خالص. حلو، هو خلص الدنيا وعمل سي ار ام. طب ليه عمل سي ار ام؟ عشان لو فاكرين الرولز اللي احنا اتفقنا عليها اهي، نفتح الرولز. انا كنت قايل له اصلا لا يا حبيبي سي ار ام ومش عارف ايه والكلام ده كله، كاتب له الحاجات بالتفصيل. فكل اللي انت بتكتبه في الرولز هو بيبقى شايفه، يعني ده الجنرال رول، فانا بما اني احنا شغالين على سي ار ام فانا كنت كاتبه هنا. فهو يعني هو عمل كل حاجه، ما عملش اي حاجه. هو راح عمل داشبورد، عمل كاستمر، عمل بروجكت، عمل كالندر، عمل مسج، عمل ريبورتس، ما عملش اي حاجه حرفيا. هو راح عمل الدنيا دي كلها. فدي القوه اللي في الموضوع. طب احنا خلينا بقى نعدل، خلينا نخش على كومبوننت مثلا ولا بيجز، كاستمر بيج. انا دلوقتي مثلا خلاص انا كده خلصت، فانا عاوز افتح مثلا شات جديد، فهتك كنترول جي مثلا فتح نيو شات. انا لما بتك كده اصلا بيبقى واخد الصفحه اللي انا واقف عليها ككونتكست هنا. مش عارف لو انا عاوز اغير حاجه معينه مثلا. طب ماشي، انا ممكن حتى مش هغير حاجه، هقول له enhance this page. انا كده ما عملتش حاجه، يعني هو الدنيا كلها. بس هو ده طبعا يعني طريقه الى حد ما غلط، لازم تبقى انت عارف كل حاجه انت بتعملها اصلا. بس انا يعني ده للتجربه مش اكتر. تمام، هو هتلاقيه بياخد طالما خد وقت طويل كده. هو هنا بيقول لك ايه، انا هضيف باجينيشن مش عارف ايه، هعمل حاجات كتير قوي كده، دي الحاجات اللي هياخد وقت، وفجاه هتلاقي الصفحه دي بقت مليانه جدا وحاطط فيها الكود. وبرده من الحاجات اللي احنا كنا ممكن نعملها، لو انا جاي مثلا حاجه زي كده اعمل كنترول كي، هتفتح لي مثلا اقول له هو ده كان جدول، فاقول له مثلا غير لي في الجدول ده بشكل معين او حط لي كذا. فبتديك برودكتيفيتي عاليه قوي وانت قاعد، انت شبه ما بتكتبش كود. يعني معظم يعني هتلاقي يعني حتى جوجل اللي عارف 25% من الكود عندهم بقى اي جنريتد. كتير قوي من الستارت ابس في امريكا 90% منهم الكود بتاعهم بقى 90% 95% من احيانا بتوصل الكود بيبقى اي جنريتد. فهو خلص اهوت. انا كل اللي هعمل اكسبت. تمام، خلينا نشوف هو بيقول لك انا حطيت ايه وعملت ايه والكلام ده كله، بيشرح لك هو عمل ايه اصلا. نفتح، هي كانت اعتقد كانت الكاستمرز. تمام، هو حاطط تقريبا البوتون بتاع الكاستمر دوت، وحاطط السيرش كمان شغال. جميل، مش عارف الايديت تبقى شغاله ولا لا. هي ده الفكره بقى، ان انت ممكن تروح تقول له ايه، حط لي الايديت الاد كاستمر اللي فوق ديت، اعمل لي فيها كذا معين، غير لي اللون الفلاني. كل ده وانت ما عملتش حاجه، انت ما تكتبش كود بايدك. الدنيا كلها هي يعني انت قاعد والدنيا كلها بتمشي. هنتكلم على الام سي بي وايه فكره الام سي بي سيرفر. بس قبل ما اتكلم بس على الام سي بي، هي مقدمه سريعه عن اي اي ايجنت. يعني الجزء الاولاني ده يبقى جزء نظري، يعني لو انت مش مهتم بالاي اي ممكن تسكيب الجزء ده. يعني الفكره ايه هو الاي اي ايجنت؟ هو عباره عن ال ام، يعني ممكن تبقى مثلا جي بي تي مثلا 4.0 او او 1 بتختار. هو ال ام عادي وواخده برومت اوريدي جاهزه، في سيستم برومت جاهز بتعرفه الجول بتاعه. يعني مثلا يبقى الكود بتاعنا مثلا، يعني لو عملناها في كورسر، فانا هنا لما باجي اختار هنا انا كده اخترت الاليمنت بتاعتي، والرولز هي السيستم برومت. تمام، الفكره بقى في التولز، هي دي بقى الجزء الحلو اللي في الموضوع. انا التولز بتاعت كورسر ايه دلوقتي؟ التولز بتاعت كورسر العاديه اللي هي بتاع كانه اديتور عادي. فايه اللي ممكن نعمله في الاديتور؟ ممكن يشوف فايل، ممكن يكريت فايل، ممكن مثلا يكتب في فايل. فكلها حاجات ايه، لوكال، حاجات لوكال وخاصه بالاديتور قوي. فكل الادوات في كورسر بشكل عام هي ادوات لوكال.
فجت شركه كلود او انثروبيك اخترعت كونسبت بتاع الام سي بي اللي هو اختصار موديل كونتكست بروتوكول. هو بروتوكول بتوسع عمليه التولز او بتوسع التولز ما بين السيستم والسيستم. بمعنى انا ممكن اروح لكورسر وعاوز اربط الادوات بتاعته غير اللي هي لوكال اخليها بقى يعني حاجه بره مثلا. يعني ممكن من جوه هنا اقول له مثلا ابعت لي رساله واتساب كذا. فالفكره كلها بيبقى فيه حاجه اسمها ام سي بي سيرفر، ده بيبقى سيرفر خارجي يعني سيرفر خاص مثلا بواتساب جاهز ان هو يستقبل انبوت من الاديتور بتاعي، كاني بقلب ده لبراوزر وانا بروح اقول له كذا حاجه. التول بشكل عام بتتكون من نيم، من انبوت سكيما، ديسكريبشن. هنشوفها في مثال. طب اول ما نبدا كده بص، يعني احنا رحنا كتبنا في اي اديتور مثلا على الام سي بي، انا رحت كتبت كده ام سي بي جيت هاب، هنخش على الجيت هاب بتاع الام سي بي، الدنيا تبقى واضحه شويه. اوكي تمام، بيفتح الموديل كونتكست بروتوكول. احنا عاوزين نخش على السيرفرز المتاحه، خلينا نخش على الجيت هاب. ماشي، الجيت هاب سيرفر انا هفتحه كده عشان نشوف الدنيا واضحه ازاي، نفتح الكود اصلا ونشوف الدنيا فيه شكلها ازاي. نفتح مثلا الاوبريشن، انا عاوز مثلا ممكن نفتح البرانشز. حلو، عشان نبقى فاهمين اصلا الام سي بي سيرفر شغال ازاي. هتلاقي اول ما تخش كده هتلاقي السكيما بتاعت التول نفسها. عشان تبقى فاهم الدنيا شغاله ازاي، انت بتروح لل ام وتقول له انت ال ام، انت بقيت ايجنت دلوقتي ومعاك التولز المتاحه دي. حلو، فمثلا هو عنده تولز اسمها كريت برانش، تمام، وفيها بتاخد كريت برانش اوبشن، ده سكيما. هتلاقي كريت برانش اوبشن، ايوه دي سكيما. هي السكيما دي بتحدد فيها بقى انت عاوز تبقى شغال ازاي. مثلا خلينا في السكيما كريت برانش سكيما مثلا الاونر. ايه هو الاونر؟ فريبوزيتوري اونر يوزر نيم اورجانيزيشن. فهو ال ام بيبقى عارف الحاجات دي. الريبوزيتوري اللي انت شغال عليه الريبوزيتوري نيم لازم بيبقى عارف، وديت بتقول له ان دي خلاص معانا، دي ريكوايرد مثلا لازم تجيبها عشان تعمل التول دي في الاخر هي ميثود عاديه جدا زي هنا مثلا اهو. ميثود عاديه جدا ليها ديسكريبشن بتوضح هي بتعمل ايه، ممكن يشتق من اسمها عادي. فهي بتكريت برانش فمش محتاج يبقى لها ديسكريبشن اكتر من كده. بتاخد ايه؟ بتاخد اونر وبتاخد ريبوزيتوري وبتاخد اوبشنز. الاوبشنز دي حاجه اسمها كريت برانش اوبشنز هو معرفها فوق، تمام. كل ده بيبقى واضح لل ام ام هي تختار ازاي. طب هنا بيعمل ايه؟ هنا بيروح ينادي على الجيت هاب ومديله الاونر والريبوزيتوري وكذا، بيروح كده يكريت ريبوزيتوري تاني وبرجع في الاخر بيعمل بارس الريسبونس اللي هيرجع ويريتيرن الموضوع. اول ما ريتيرن بقى بيبقى مثلا في سكسس او فيلد او هكذا، والال ام بتحدد اذا كانت هتنادي تول تاني ولا لا. فالتول تاني هي اختصار الميثود وليها ديسكريبشن او نيم والانبوت سكيما بتاعتها. ده انت عشان تكريت اصلا، احنا طبعا انت مش محتاج تكريت حاجه يعني. طب الدنيا بتشتغل ازاي؟ بيبقى في سيرفر مثلا جيت هاب سيرفر هو اوريدي جاهز، فالجيت هاب هو سيرفر مش محتاج حاجه تاني. وفي بقى الكلاينت. ايه هو الكلاينت؟ مثلا الكلاينت بالنسبه لنا احنا هنا كرسر، هو بتقدر تنادي منه. ايه اللي موجود حاجه تاني؟ ويند سيرف برضه شغال، ده يعني منافس لكرسر. وفي الكلود اللي هو الديسك كلود نفسه، الابلكيشن نفسه شغال برضه. فانت لو عندك كده ممكن توصل الحاجات دي بام سي. ده بشكل عام الام سي بيز. طب الكوميونيكيشنز بتتم ازاي؟ في حاجه اسمها ستاندرد انبوت اوت. ده لو انت شغال، لو انت مثلا عاوز تعمل حاجه مش سيرفر خارجي، يعني حاجه لوكال. حلو، انت ممكن تروح جاي عامل حاجه لوكال في الجهاز عندك، وده طريقه الكوميونيكيشن بتاعتها. وفي حاجه اسمها سيرفر سنت ايفنتس، دي خاصه بالحاجه اللي بتبقى ايه على النت، مثلا جيت هاب، واتساب، اي حاجه ممكن توصل بعد كده مثلا بنوشن. احنا شغالين اصلا في الشركه عندنا بنبني ار بي سيستم، فانت هنا من جوه اصلا تقدر تقول له ايه، تاخد التاسكات بتاعتك بدل ما تروح تفتح السيستم وتشوف الدنيا. لا، انت بتكتب هنا انا عاوز التاسكات بتاعتي، فتجي لك التاسكات بتاعتك. طب انا خلصت التاسك ديت، فانت تروح تقول له مثلا انا خلصت التاسك ديت، فهو يروح يسمع في السيستم ان انا خلصت التاسك. لما يجي مثلا المانجر بتاعك هو من غير ما يسالك هو عارف انك مخلص التاسك. ممكن نستخدم ازاي الام سي بي مع كورسر في شويه تجميعات للام سي بيز. فاشهرهم يعني انت اصلا دخلت على الام سي زي ما احنا دخلنا كده في الاول، هنا دي السيرفرز الموجوده، هتلاقي حاجات كتير قوي ريدس، وممكن تتكلم مع حاجات كتير قوي قوي قوي. يعني في حاجه اسمها سميثري برضو، ايوه سميثري، نفس الفكره. هتلاقي حط حاجات كتير قوي، جيت هاب برضو وحاجات من كده كتير. وفي جيت هاب او في كورسر دايركتوري، تمام. كورسر دايركتوري هتلاقي فيه ام سي بيز، هو هتلاقي فيه حاجتين، في ام سي بيز وفي رولز. ادي رولز اهيت لو انت عاوز رولز معينه، وفي الام سي بيز. شوف بقى اي ام سي بي ممكن اصلا جوجل ادز دلوقتي توصله بيه. يعني الدنيا بقت عاليه جدا. عاوز توصله بفيجما، عاوز توصله في سلاك، كل اللي متخيله هتلاقيه هنا. في اصلا من حوالي يومين نزلوا الواتساب، ممكن من خلال الكورسر اصلا تبعت رساله واتساب. خلينا نبدا بقى نعمل ام سي بي يكون خاص بينا. هنعمل ازاي الام سي بي الخاص بينا؟ اول حاجه هتروح جاي داخل هنا على السيتنج على الام سي بي. انا اوريدي عامل واحد، عامل اتنين قصدي، هنعملهم برضو. هتاد جلوبال نيو ام سي بي، هتظهر لك يا اما الرساله دي يا اما بتظهر بشكل مختلف، فهي بس هي نفس الكونسيبت. يعني انا جبت الكود ده منين بالظبط؟ خلينا نخش على جيت هاب اهو، احنا كنا فاتحينها جيت هاب. ايه،
هانزل تحت خالص. هو بس هنا بقى بيعرف لك التولز اللي عنده، هنا بيكريت او ابديت الفايلز، بيبوش الفايلز، بيسيرش على ريبوزيتوري معينه. كل دي التولز اللي بتبقى متاحه للايجنت. هتلاقيه عمال يقول لك كل التولز اللي موجوده في الايجنت. تمام. ايه الحاجات اللي بيختارها؟ بالنسبه لي انا مش شغال دوكر، انا شغال ام بي اكس، وانت هتلاقي كله ام بي اكس دلوقتي. فهتاخد الكود ده كده كوبي بيست وتحطه عندك هنا، هتلاقيه شغال معاك زي الفل. في فكره بس حاجه، الجيت هاب بيرسونال اكسس توكن، هتجيب التوكن منين؟ هتخش على جيت هاب عادي. اوكي تمام. هتنزل تحت كده في السيتنجز، خلينا ديفلوبر سيتنجز تحت برضو. بيرسونال اكسس توكن، خلينا في التوكنز الكلاسيك. هتعمل جنريت نيو توكن، خليها توكن كلاسيك. اوكي. هتقول له انا عاوز مثلا هحط الاكسبيريشن اللي انت عاوزه. انا بالنسبه لي ما بحبش يبقى اكسبير اصلا. هتدي له اهم حاجه، بس دي بالنسبه لي اهم حاجه، انك تحط له اكسس على الريبوزيتوري، بحيث ان هو يشوف الريبوزيتوري ويرفع والكلام ده كله. لو انت عندك اورجانيزيشن بتشوف بتحط له الادمن وكده يعني، بس على حسب انت عاوز ايه بالظبط. بس وبعد كده بتكريت التوكن وبتاخده بقى تاخده وتحطه هنا. انا كده ده همسحه اصلا كده كده يعني. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اما تيجي تخش بقى على الام سي بي، هتلاقي الجيت هاب لو مش منور بالعلامه الخضراء دي كده، هتلاقي هنا في زي ريلود، هتتك عليها اهي. الرول دهيت هتتك عليها، شغال معاك تمام جدا. ده بقى اللي موجود ده كله التولز اللي عنده. انا ممكن ده ارفعه دلوقتي في ريبوزيتوري مختلف. اقول له مثلا كرييت مثلا، بلاش حتى اهو، كرييت نيو ريبوزيتوري. هو انا موصله دلوقتي بالجيت هاب، فهو هيروح يكريت نيو ريبوزيتوري. اصلا ممكن اقول له الاسم بتاعها يعني. تمام. هو راح يكريت ريبوزيتوري، هيسمع من عنده بقى، غالبا هيسميها حاجه زي سي ار ام او حاجه زي كده يعني. اوكي. اوكي تمام. وخد رايي، انا مش مديله اكسس طب انا مش طول. هو دلوقتي انا لو دخلت على جيت هاب هلاقي ريبوزيتوري جديده جاهزه متكريته بالحوار ده كله. ممكن اقول له بعد كده ارفع لي المشروع ده على الريبو الجديده مثلا. فخلاص بقى موجود هنا. في بقى حاجه جميله جدا دلوقتي اسمها براوزر تولز ام سي بي، من الحاجات القويه جدا دلوقتي. هنخش على براوزر تولز ام سي. اوكي ماشي. هنخش على البراوزر تولز وخلينا نعمل لها انستول هنا. اول حاجه بيقول لي اعمل كلون، فهعمل كلون هنا. افتح التيرمينال. اوكي. اقول له مثلا اعمل لي كلون هنا. تمام اهي نزلت. تاني حاجه اروح جاي فاتح ايه هي البراوزر تولز برضه عشان نبقى فاهمين. انا بفتح للايجنت ان يشوف البراوزر ويشوف اللوجز بتاعته ويشوف النتورك بتاعته ويشوف كل حاجه في البراوزر كانه قدامي. ماشي. هنا اروح جاي فاتح البراوزر وعاوز الاكستنشنز ومانج الاكستنشنز. اهم حاجه بس تعمل الديفلوبر مود اون وتلود اند باكت. هتخش جوه البراوزر تولز، تخش جوه كمان الكروم اكستنشن، هتتك بس كده وتتك سيلكت فولدر. هتلاقي هي بقت عندك دي. انا هعمل ريموف دي. خلاص كده ده بقى جاهز عندك. ارجع تاني. هو حتى بيشرح لك المانج الاكستنشن اهوت، وهتلود اند باكت وهتختار الاكستنشن وتاكد ان هي فيها المانيفست. سيت اب البراوزر. اوكي. فتح الام سي في. تمام. تمام. اوكي تمام. هو فتح وبيقول لك بقى ازاي تحط في كورسر. فهتفتح هنا الام سي بي برضو، وتك اد نيو جلوبال سيرفر ام سي بي، وتحط الكلمتين دول يعني شويه دول بالظبط. كومنت انا هسيب بتاعتي كلها اصلا في الكومنت تحت، بحيث الناس تقدر تعمل لها. طبعا هشيل ده وده همسحه اصلا. اول ما ترجع هت... هتعمل اللود، هتلاقيه شغال معاك. تمام. نخش تاني اخر حاجه بقى. عاوزين نشغل السيرفر بتاعنا. السيرفر ده بيعمل ايه؟ بيفتح ويب سوكت ما بين كورسر وما بين البراوزر، بحيث كورسر يبقى شايف ايه اللي بيحصل في البراوزر. فخلينا نفتح كورسر. تمام. واخليه يرن الكوماند ده. خلاص هو دلوقتي مفتوح. هو دلوقتي انا لو دخلت على المشروع بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه. اوكي انسبكت. احنا مش عاملين ام بي ام ستارت. خلينا نفتح ام بي ام ستارت. ls نسمي سي دي. نخش على السي ار ام. ام بي ام ستارت.
تمام فتح أوكي، خلّينا بقى نخش نجرّب دلوقتي، نفتح chat جديد وأقول له مثلًا what you can see in the console log now. أنت أصلًا ممكن تطلّع الحوار أنت هتستخدمه كده، هتقول له مثلًا عندي error في الconsole log روح شوف. هم حتى أصلًا في الbrowser tools حاطين لك إزاي تكلمهم، يعني أنت مثلًا لو عاوز تكلمه ممكن تقول له الكلام ده كله، مثلًا تقول له can you edit current الelement لو أنت عاوز تimprove الSEO performance وهكذا، بس فأنت تقدر تكلمه، هو بيقول لك أنا هاروح أعمل أهو، هاروح أعمل الtool اللي اسمها كذا، فأيوه أروح أعملها، أوكي، بيشوف الerrors، هو بيقول لك حتى الآن ما فيش errors عندك، فأنت فعلًا المفروض دلوقتي لو أنا دخلت على الموقع عندي ما هيلاقيش أي console logs error. بالضبط، الدنيا سليمة 100%. نفس الفكرة لو عندك error بقى ممكن تروح تقول له الerror عندي كذا صلّحه، فأنت إلى حدٍ ما بيسرّع عملية الكود بشكل مش طبيعي يعني. بس وكده إحنا يعتبر شرحنا الMCP وادينا تفاصيله، وإن شاء الله نشوفكم في سلسلة تانية قريب بإذن الله.